نعود للشاعر زين العابدين العقيلي. حياك الله زيوني. زين العابدين، أنت في إحدى قصائدك تصف الفرات بالموقف الإيجابي، علما أن الشعراء كلهم وصفوا الفرات بموقف سلبي، خصوصا فيما يتعلق بواقعة الطف. صحيح. فأنت شلون تجعل الفرات إيجابي وتبيض وجهه أمام هذا الموقف اللي معظم الشعراء يزجون باللائمة على الفرات وهي بالحقيقة الفرات ما عليه لائمة؟ القصيدة ما حافظها كلها، راح أنطيك مقدمة للسبب اللي خلاني أصف الفرات بالموقف الإيجابي. أقول: أنا عذرك يا فرات على الطفوف، أنا عذرك يا فرات على الطفوف، وأنت مو مجرم ولا مذنب ذنب، ما رويت حسين حقك يا فرات، شلون تروي حسين وحسين العذب، ومن أبو فاضل وقع يمك طريح، أنت ما رايد تطيح على الترب، لكن هي القاع كاتلها الغرام وكثرت وياه قانون الجذب. الله. هذا نسمع واحدة من وجدانياتك إن شاء الله. أقول: قبل النوم أذكرك غصبا على البال، قبل النوم أذكرك غصبا على البال، تجب حفنة صور وتخيم ببالي، وغمض والقى طيفك جايني من بعيد، ينشدني على حالي ويعرف بحالي، ومد ايدي لفوق واقطع النجمات، واسويه نقلاد لعنقك الغالي، وبحر والحلم ياخذنا انا وياك، نقطع بالعنب ونترس سلالي، ونسولف سوالف احلى من العيد، ونسولف سوالف احلى من العيد، ما الهن بدايه ولا الهن تالي، ونطير بفرحنا نصير كنا طيور، نصعد فوق كلش حتى على العالي، وتزرع بي شتلة أمل عقب الضيم، وتسقيها وتخضر بيدك آمالي، اش كثر طال الحلم وش قد شفت بي ناس، طير السعد بس وياك غنالي، وباوع لك واقول انصدق لو حلمان، او قلت صارت صدق من شفتك قبالي، او قلت لك والدمع وانا احكي كان يسيل، اول مرة هيك الدنيا تصفالي، وحضنتك وبحضنتك دار بي الكون، بذيك الساعة بالفردوس حسبالي، وما قلك بحالي ولا قلك بحالي، صعب كلش كان من فزيت ولقيت الحضن خالي. الله. من فزيت ولقيت الحضن خالي. الله الله يا زيون.